مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل كفتة فراخ بربع كيلو مفروم. بس ده مفروم انا شارياه كده جاهز. تمام، ده ربع كيلو بالظبط. حطيته في الكبه معاهم بصلايه، فص ثوم، فلفلايه كده حمرا. ده بقدونس متفرز طبعا، لو عندك فريش هيكون احسن. حبه كده مش كتير يعني من البقدونس. البهارات ملح وفلفل وقرفه والسبع بهارات وبهارات فراخ، وكزبره. بضايه، معلقتين بقسماط. هنضربهم كلهم في الكبة كويس جدا. طلعوا بالمنظر ده، هنحط بس معلقة زيت كده ونقلبهم كده مع الخليط ده. هي الكمية دي ما شاء الله بتدي كتير، يعني ادت معايا بالظبط 19 وحدة كفتة من ربع كيلو مفروم. نحط بقى طبق كده فيه زيت كده عشان ما تلزقش في ايدينا، ونعملها بالمنظر ده. بجد شكلها جميل، والفلفل الاحمر عاطي شكل فيها حلو قوي، يعني لونها حلو كده مع الفلفل الاحمر. نعملهم بقى كلهم. بجد جربوها وهتعجبكم جدا. ادت بقى كل الكمية دي ما شاء الله، اللهم بارك. هنحطها بقى ساعة في التلاجة قبل ما نحمرها. تمام، طلعتها بقى من التلاجة. نحمرها بس كده في حبة زيت مش كتير. شايفين ما شاء الله لونها حلو ازاي؟ بجد جميلة قوي، والفلفل الاحمر حلو قوي فيها، ومش هتفك منك ان شاء الله، لان فيها بيض وبقسماط، استحالة ان شاء الله ان هي تفك. جربوها بالطريقة دي بإذن الله وهتعجبكم. بربع كيلو مفروم بس، وهاتيه وشوفي يطلع معاكي كام واحد. ده المنظر النهائي بقى ليها. عايزين تقدموها بقى مع مكرونة، جنب مكرونة براحتكم، او سندوتشات. انا بصراحة بحب السندوتشات اكتر، في عيش بلدي كده. حطي بقى كفتة كده، خيار، طماطم، اللي انتي بقى ايه حباه اعمليه في السندوتش اللي يريحك خالص. شيبسي، بجد بتبقى جميلة قوي في سندوتشات العيش البلدي كده. اتمنى فعلا ان انتوا تجربوها وتعجبكم. مع السلامة.